حبذا مجلس ذكر الحبيب به. السلام عليكم. معكم عبد الله سعيد. هنشرح ان شاء الله مع بعض مذكرة الدكتور هشام في التحليلية. مش هنشرحها تفصيلا بس هنشرحها اجمالا. هقول لك ازاي تذاكر المذكرة. تمام. انا مش هشرحها يا اخوانا، انا مش هشرحها تمام، بس هقول لك ازاي تذاكر فيها، ازاي ايه هي النقط المهمة اللي الدكتور هشام بيركز عليها، ايه هي النقط المهمة اللي المفروض تعرفها في الجروب، ايه هي النقط المهمة اللي المفروض تركز عليها. دي ان شاء الله هنعملها مع بعض. تمام. اول حاجه هي مثلا نبدا بجروب ايه. لازم احنا عارفين ثلاث حاجات. تمام. اول حاجه العناصر اللي موجوده في قلب الجروب. تاني حاجه الكاشف اللي هنقدر نكشف بيه عن الجروب. تالت حاجه اللي هو ايه، البريسبتيشن اللي هو التصميم بتاعه او المخطط بتاع الجروب. رابع حاجه معلش اللي هو ايه، التستات بتاعتهم. تمام، او التجارب التاكيديه. جميل. طب مثلا نبدا بالجروب ايه. اول جروب موجود فيه ثلاث حاجات. اول حاجه الليد والسلفر والميكروس. تمام. طبعا انا بعتذر على ان الشاشه ماهيش واضحه بالصوره الكافيه، بس والله ده اللي قدرت يعني اتوصل اليه. تمام. بعد كده انا عرفت ان الجروب الاولاني موجود فيه ثلاث عناصر وحفظت الثلاث عناصر. بعد كده باجي بشوف الكاشف بتاعهم. الكاشف بتاعهم ده الاتش سي ال. تمام. بعد كده بشوف المخطط. تمام. هو الموضوع منظم جدا، بس احنا هنحاول ننظم المعلومات مع بعض. فان شاء الله انا هحاول معاك ان احنا ننظم المعلومات مع بعض. جميل. ده الكاشف بكشف عنه اول حاجه بالهوت ووتر، بعد كده ايه بالامونيوم هيدروكسيد. تمام. طيب ايه المربعات اللي جنبها دي؟ قالك المربعات دي في كل الجروبات اللي موجوده، المربعات دي بتبقى اسئله على المخطط دون. تمام. المربعات دي بتبقى اسئله على المخطط دون. هنا بيقول لك ايه، ليه استخدمت كولد اتش سي ال، ليه استخدمت دايل اتش سي ال، ليه استخدمت اكزيس اتش سي ال. دي كلها كومنتات على البريسبتيشن ده. تمام. بعد طيب الكلام ده كله انا مطالب بيه؟ لا يا سيدي، انت مش مطالب بكل الكلام ده، بس انت مطالب بالمعادله دي. الدكتور هشام بيعشق حاجه اسمها معادله. لو كتبت له المعادله دي خلاص انت في غنى عن الكومنت. تمام. بس انا برضو ابقى شاب كيوت وشاب لطيف وشاب كل حاجه، واروح كاتب له كومنت صغير كده، سطر واحد تحت المعادله، عشان يبقى انا ايه، ابين ان انا فاهم وان انا شاطر وان انا زي كل حاجه. حلو. طيب دي يعني مثلا والله لو كتبت المعادله دي كده بس يعني هو قال لك ايه، دايل اتش سي ال، ليه دايل اتش سي ال. لو كتبت له المعادله دي خلاص تمام، والله كده الدرجه كملت بالنسبه للدكتور هشام. تمام. لان هو اللي بيحط الامتحان وهو اللي بيعلم الامتحان، وهنشوف في الاسئله اللي ورا ازاي طريقه تفكير الدكتور هشام. تمام. بس انا برضو زي ما قلت لك تبقى شاب كيوت كده وايه، وتكتب له كومنت. حلو. بعد كده نيجي الجروب التاني. مثلا الجروب التاني متقسم لي ثلاث حاجتين. اول حاجه الجروب التاني متقسم لي حاجتين، جروب اولاني وجروب تاني اهو. تمام. الجروب الاولاني جروب A وجروب B. في الجروب التاني متقسم جروب A وجروب B. بس هنا في الاول راح ايه، عامل لك تصميم او شكل خارجي للجروب اكمل. ليه؟ لان هو ده مثلا نعتبر ان ده كلهم في فلاسكه واحده او في تيست تيوب، وعايز يفصلهم. تمام. زي امتحان العضويه كده. لما كان بيجي احنا كنا بيجيب لك انايون ويقول لك ايه الانايون ده اسمه ايه. لا، هو هنا بيجيب لك الانايون ويقول لك اكشفه عنه، يعني فصص المعادلات. تمام. زي شغل ثانوي كده لما كان بيجي لنا المعادله واحنا نقسمها لايونات. تمام. بالظبط، هي دي شغل التحليليه، ان احنا فعلا بنقسم العناصر لايونات، بنرجعها لاصلها يعني بمعنى اصح. جميل. هنا اول حاجه عرفنا الموجود في قلب الجروب كله، العناصر. بعد كده عرفنا ان الكاشف HCl و H2S. طب بعد كده رسمنا المخطط بنفس الطريقه اللي احنا رسمناها في جروب A. تمام. بعد كده ده برضه كومنت على المخطط دوت. تمام. هنا بقى بيقول لك حطيت HCl مع H2S، حطيت كونك، ما حطيتش دايل. دي كلها كومنتات على المخطط ده. جميل. نيجي بقى مثلا، هو قسم لي الجروبين. تمام. لجروب A وجروب B. تمام. جروب A موجود فيه خمس عناصر. تمام. يبقى احنا زي ما احنا قلنا ان احنا اول حاجه نعرف الجروب ده، احنا لسه في الجروب التاني. تمام. بس هو ايه، خدها لنا اجمالا الاول، بعد كده خدها تفصيلا.
تمام. تفصيلا بقى انا عرفت ان الجروب ايه موجود فيه 5 عناصر. طيب بعد كده هكشف عنهم ازاي؟ قال لك هكشف عنهم بالكشف العادي. تمام. طيب نقدر نرصبهم، نقدر نرصبهم باول خطوه HNO3 و H2SO4. بعد كده ايه نبدا نرصب ونمشي بالخطوات. طيب المخطط ده بيجي في الامتحان؟ ايوه المخطط ده بيجي في الامتحان. طب بيجي ازاي؟ قال لك يا سيدي بيجي مثلا بيجيب لك عنصرين من الجروب الاولاني وعنصر من الجروب التاني، عنصر من الجروب الاولاني وعنصرين من الجروب التاني. تمام. بنفس الطريقه. يعني ايه هو؟ بس انت تبقى فعلا عارف ان هو ايه. يعني مثلا ايه اللي بيرصب الليد. تمام. عارف ان اللي بيرصب الليد HCl. خلاص يبقى اي حاجه في الليد يبقى انا هرصبه HCl. ليه؟ لانه موجود في الجروب الاولاني. نفس الطريقه. يعني ايه؟ حاول تحشش المعلومات كده بطريقتك انت. جميل. دي طبعا زي ما قلنا ان هي دي كومنتات على دي. طيب طب انا مش فاهم يا عم عبد الله المذكره دي، او مش فاهم الكومنتات دي. طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا نصيحتي ليك يا سيدي هتمسك المذكره. الصفحه دي كلها كده مش هتترجم معاك، مش هتقعد معاك نص ساعه. تمام. مش هتقعد معاك نص ساعه ترجمه، نص ساعه حفظ، نص ساعه كل حاجه. حلو. يا عم انت والله العظيم لو انت فعلا قعدت عليها من غير عربي خالص نص ساعه بس ماسك الموبايل على القاموس، والله هتجيبها من الاخر. حلو. بعد كده يا سيدي بعد ما تخلص بعد ما تخلص الصفحه دي في قلب المحاضره، مثلا 10 صفح او 20 صفحه. هو هنا ملخصها لك في صفحه واحده. تمام. بعد كده تروح جايب بالمحاضره بقى. لو انت في نقطه مثلا المربع انت عايز تتاكد من نقطه معينه، او عايز تحشش معلومة معينة في دماغك، تروح رايح على المذكرة العربي جايبها وكاتبها وقارئها بالعربي كده. تمام. بس انا عارف ان الملخص بتاعها هنا اهي. تمام. هنا مثلا التستات. طيب التستات دي المفروض ان انا اعمل فيها ايه؟ قال لك يا سيدي بقول لك الدكتور هشام بيعشق حاجة اسمها تستات، بيجيبها في الكومنت او بيجيبها اكمل. تمام. انا هعمل ايه؟ بتحفظ. يعني مثلا هنا السيو او النحاس له 3 تستات. انا بحفظ واحد صم. تمام. والاتنين التانيين بحفظهم يعني ايه كومبليت، ببقى عارفهم. تمام. ببقى عارف ان الكي اي للسي يو، وببقى عارف ان الكي CNS بيبقى ايه للسي يو. تمام. نفس الوضع. تعال بقى ايه نشوف برضه نفس هنا الوضع في الايه في التستات. تمام. هنا موجود تستين للامونيوم. لا انا يا سيدي بشرح بحفظ واحد صم زي ما قلت لك، والتاني ببقى عارفه. تمام. هنا برضو للزنك نفس بحفظ واحد صم والتاني ببقى عارفه. المعادلات للدكتور هشام يا اخوانا، المعادلات. تمام. مش اكتر من كده. بعد كده بنيجي للجروب التاني. نفس الوضع. هنا البريسبتيشن او المخطط، وبعد كده هنا ايه كومنت عليه. تمام. هنا الموضوع كله المخطط جنبه كومنت، فلازم ابقى انا محشش المعلومات دي في دماغي. تمام. بعد كده بنيجي للاسئله. تمام. الاسئله مثلا هنا دي اسئله جيف ريزون، يعني سيبها شويه او اكسبلين. تمام. هنا الاكسبلين ده بيبقى من 5 درجات. تمام. من 30. فبيبقى ايه الدكتور هشام بيحبك وبيجيبها لك سهله، بس انت اكتب له المعادله. يعني يا ناس اكتبوا المعادله للدكتور هشام. اكتبوا المعادله للدكتور هشام، بيحب المعادله موت. تمام. هنا مثلا اللي تشوز الاسئله دي يا اخوانا، الاسئله دي تتحفظ مش تتفهم. تمام. مش تتقرأ، مش نعدي عليها هباء مبصوره كده. لا، الاسئله دي تتحفظ يا عم. والله العظيم الاسئله دي لا تيجي منها الامتحان، انا بحلف بالله. الاسئله دي مش هيخرج عنها الامتحان. لو انت ما ذاكرتش خالص وحفظت الاسئله دي والله العظيم لا تخش تقفل، انا بحلف بالله. هنا الكومبليت بنفس الصوره كده. الدكتور هشام في اسئلته ما بيحبش ينوع وما بيحبش يغير. هي دي اسئله الدكتور هشام اصلا بطبيعه الحال. تمام. اسئله سهله واسئله بسيطه. تمام. هنا مثلا الكومبليت بيقول لك بيدوب في ايه. خلاص الموضوع بسيط. تمام. او رجعها لي اصلها. لما نحط هيدوب، رجعها لي اصلها. تمام. هنا دي نفس الطريقه، نفس كل حاجه. تمام. في اسئله اللي هو بتاعت الاكزام ماهيش محلوله. هنا برضو الكومبليت هنا بيجيب لك اللزق ده كله موجود، وبيقول لك هنا الميتال ده بتاع ايه. طيب ده كله هنا زي ما قلت لك اهو بحفظ الايجنت واحد او بحفظ تيست واحد. جميل. والباقي انا ببقى عارفه للكومبليت. انما هنا قال لي اكمل، فانا بكتب له التيست اللي انا حافظه. طب والتانيين لو جالي كومبليت او اكمل المعادله او اكمل بتاع، فانا ببقى ايه محششها في دماغي وعارفها. جميل. الماتشنج
مش عايز اقول لكم ان الماتشنج دون هتلاقيه في الامتحان. الماتشنج ده هتلاقيه في الامتحان. في واحد في قلب الاكزام هناك او الكويز ماهوش محلول، هيربط الاتنين ببعض وهيجوا في الامتحان. هيربط الاتنين ببعض وهيجوا في الامتحان. تمام. الاسئله دي ما بتتغيرش. الاسئله دي ما بتتغيرش. لان هو اصلا نوع في كل الاسئله، فخلاص ما فيش مجال ان هو يجيب اسئله جديده يعني. تمام. اللهم قد بلغت يعني. نفس الطريقه هو الماتشنج اللي هو في الكويز اللي انا بقول لك عليه، ده هيجي مثلا نصه والتاني هيجي نصه ويربطهم في بعض ويجي ويروح حاطهم لك في الامتحان. الماتشنج ده بيبقى من 6 درجات زي ما هو كاتب لك كده. وهنا برضو الترو اوف فولس من 5 درجات. تمام. الترو اوف فولس ده احفظه. احفظ يعني مثلا ايه، اقرا السؤال ده كده وعارف ان ده صح ولا غلط. ده السؤال ده عارف هو صح ولا غلط. تمام. بس كده يا اخوانا. آه ان شاء الله دي طريقة المذاكرة بتاعت المذكرة. بقول لك تاني وبنوه تاني، الاسئلة يا اخوانا تتحفظ مش تتقرأ. مش تتحل. الاسئلة تتحفظ. الاسئلة تتحفظ معاك النهاردة ومعاك بكرة. تقدر تشتغل في ال5 جروبات براحتك او 6 جروبات براحتك خالص. بس الاسئلة دي هي مهمتك من بعده يعني بعد بكرة وبعده. تمام. هي دي مهمتك الاساسية، الاسئلة. تمام. لحد يوم الامتحان الاسئله دي كل يوم احفظ صفحتين او 3. احفظهم. احفظ الاسئله. احفظ الاسئله. تنسوش بس تعملوا سبسكرايب او اشتراك في قلب القناه. كان معكم عبد الله سعيد. السلام عليكم.